دعوة لكي يتم الفصل فيها. هذه الدعوة لا بد أن تتوفر فيها أو في صاحبها مجموعة من الشروط. هذه الشروط يطلق عليها بشروط الدعوة، وهي منصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وهي 3: الصفة والأهلية والمصلحة. إذن فما المقصود بكل من الصفة والأهلية والمصلحة؟ إذن نبدأ بالصفة. إذن الشرط الأول وهو الصفة. فالصفة كنقصد بها هي ولاية مباشرة الدعوة، أو بعبارة أخرى هي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراء الخصومة. مثلا كاين عندنا نزاع بين زيد وعمر، فزيد بلي كيرفع الدعوة يتخذ صفة المدعي، وعمر يتخذ صفة المدعى عليه. هذه هي الصفة. فالمدعي كيستمد هذه الصفة ديال المدعي إما من كونه هو صاحب الحق اللي تم الاعتداء عليه، أو لا الخلف ديالو، أو لا النائب القانوني ديالو. يعني هذا بخصوص الأشخاص الطبيعيين كصفة مدعي، هذا هما شكون اللي تيمثل المدعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما الأشخاص المعنويين فطريقة تمثيلهم أمام القضاء تكون على الشكل التالي: فالدولة يمثلها الوزير الأول، والخزينة يمثلها الخازن العام، أما الجماعات المحلية فيمثلها رئيس المجلس البلدي، والجماعات القروية يمثلها رئيس المجلس القروي. إذن هذا هو الشرط المتعلق بالصفة. الآن سننتقل إلى الشرط الثاني المتعلق بالأهلية. الشرط الثاني وهو الأهلية. فإلى جانب الشرط الأول للصفة فخاص لابد أن توفر في رافع الدعوة شرط الأهلية. وهذا الشرط ديال الأهلية كينقسم إلى جوج ديال الأقسام: هناك أهلية وجوب وهناك أهلية أداء. فأهلية الوجوب كنقصدو بها هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. يعني الإنسان بلي يلاه كيتزاد كيكتسب الحقوق وكيتحمل الواجبات، وهي كتكون مقرر للشخص منذ ولادته إلى حين الوفاة ديالو. فالإنسان بلي كيتزاد مثلا كيكتسب الحق في الإرث، يولي عنده الحق في الإرث إلى غير ذلك. أما الأهلية ديال الأداء فكنقصدو بها هي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات القانونية بنفسه. يعني هنايا ما كيكتسب الإنسان حتى كيوصل لواحد السن محدد، وبالتالي بلي كيوصل ليه فيحق له أن يمارس التصرفات القانونية بنفسه ودون الحاجة إلى الغير. فالأصل في الأهلية هو الإنسان اللي بغى يرفع الدعوة فلا بد أن يتوفر على الأهلية الكاملة. وحسب المادة 209 من مدونة الأسرة قالت لنا أن من بلغ سن الرشد وهو 18 سنة شمسية كاملة يحق له مباشرة كل التصرفات بدون شرط أو قيد. هذا هو الأصل. يعني الإنسان اللي وصل لهذا السن ديال 18 سنة فمن حقه يقوم بجميع التصرفات القانونية بدون شرط أو قيد. لكن الاستثناء هو أن هذه الأهلية قد تشوبها عوارض، وتسمى بعوارض الأهلية، سواء بلغ الإنسان 18 سنة أو قبل أن يبلغ. فهناك عوارض تحول دون ممارسة كل هذه التصرفات بحرية مطلقة. وهذه العوارض ديال الأهلية هي تنقسم بدورها إلى قسمين. هناك نوع كيجعل الأهلية ناقصة، يعني ينقص الأهلية، ونوع يجعل الأهلية منعدمة، يعني نوع تيعدم الأهلية وكيجعلها مفقودة. فالنوع اللي كينقص ليه الأهلية بحال الصغير المميز، يعني الإنسان داك الطفل الذي يلاه وصل السن ديال 12 سنة، يعني كمل 12 سنة، كيتسمى صغير مميز. فالأهلية ديالو كتكون ناقصة وماشي منعدمة، إنما كتكون ناقصة. وكذلك السفيه. والسفيه حسب مدونة الأسرة في المادة 215 كتبنا بأن السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبث بشكل يضر به أو بأسرته. يعني الإنسان اللي كيصرف المال ديالو شي حاجة ما فيهاش الفائدة، يقدر يضر نفسه ويقدر يضر حتى الأسرة ديالو. هذا هو المقصود بالسفيه حسب مدونة الأسرة. وأما النوع الثاني الذي يجعل الأهلية منعدمة فمثلا كالصغير الغير المميز، يعني الإنسان أو الطفل اللي لم يبلغ سن 12 سنة، يعني ما وصلش لهذا السن ديال 12 سنة، هو الصغير الغير مميز. وكذلك المجنون، فكما كتعرفوا الإنسان المصاب بالجنون، وكذلك الشخص المعتوه، يعني شبيه بالمجنون إلى غير ذلك. هذا هو الأنواع
لكي يجعلوا الأهلية منعدمة. في كلتا الحالتين، في حالة وجود هذه العوارض ويريد الشخص أن يرفع الدعوى أمام القضاء، فهنا يجب رفع هذه الدعوى من طرف نائبه القانوني أو الشرعي لكي تكون مقبولة أمام القضاء، لأن هذه العوارض تجعل من الدعوى غير مقبولة إذا تم رفعها من طرف هؤلاء الأشخاص، سواء الصغير مميز أو السفيه، ولا الصغير الغير مميز، ولا المجنون، ولا المعتوه، إلى غير ذلك. إذن فخاص لابد ترفع هذه الدعوى ديال هاد عن الأشخاص المصابين بهذه العوارض من طرف النائب ديالهم القانوني أو الشرعي. الآن سننتقل إلى الشرط الثالث المتعلق بالمصلحة. الشرط الثالث من شروط الدعوة هو المصلحة. والمصلحة كنقصد بها هي الفائدة أو المنفعة التي يجنيها المدعي من لجوئه للقضاء. بعبارة أخرى ومبسطة، المصلحة هي الهدف من وراء رفع الدعوة أو الغاية من وراء رفع الدعوة. القاضي بلي كيحكم فذاك الحكم، ذاك المنطوق اللي في ذاك الحكم هو المصلحة، يعني الفائدة من وراء رفع الدعوة. هذه المصلحة لكي تكون مقبولة فلا بد من توافر واحد الشروط. هذه الشروط هي ثلاثة. أول شرط هو أن تكون المصلحة قانونية. اش كنقصدو بالمصلحة القانونية؟ كنقصدو بها أن ذاك الحق اللي مطلوب في ديك الدعوة خاص يكون حق يحميه القانون، يعني خاص يكون حق مشروع، ما خصوش يكون حق ماشي مشروع. يعني مثلا زيد وعمر، زيد تقدم إلى المحكمة بدعوى يطلب من خلالها يعني استرداد المخدرات اللي داليه عمر. فهنا المخدرات ليست حق مشروع ولا يحميها القانون. إذن فالحق خاص يكون مشروع، مثلا كالتعويض عن شيء، كالمطالبة بدين إلى غير ذلك. وهذه هي المصلحة القانونية، فإما أن تكون مادية وإما أن تكون أدبية. يعني تقدر تكون مادية، تقدر تكون أدبية ولا معنوية. المادية كنقصدو بها المطالبة بدين، أما المعنوية فكنقصدو بها مثلا بحال شي صحفي نشر في شي جريدة شي كلام كيمس الشرف ديال شي شخص آخر، فيحق لهذا الشخص يرفع دعوى تكون فيها المصلحة أدبية أو معنوية، يعني كيطلب من خلالها القاضي يحكم ليه بتقديم الاعتذار مكتوب في الجريدة. يعني ذاك الصحفي يكتب اعتذار لذاك الإنسان كيعتذر ليه في الجريدة، بالتالي تكون هنا تم رد الاعتبار. يعني هذا هو المقصود بأن تكون المصلحة القانونية أدبية أو معنوية. الشرط الثاني هو أن تكون المصلحة شخصية مباشرة، وكنقصد بها يعني القاعدة هي أن يكون رافع الدعوة هو صاحب الحق المراد حمايته أو من ينوب عنه، كالوكيل بالنسبة للموكل، والولي أو الوصي بالنسبة للقاصر. يعني الإنسان اللي بغى يرفع الدعوة خاص يكون هو الإنسان صاحب ذاك الحق اللي تضرر أو يريد الحماية ديالو، خاص يكون هو الإنسان صاحب ذاك الحق شخصيا، أو لا يقدر يكون النائب ديالو بالنسبة للوكيل في عقد الوكالة، كذلك الولي أو الوصي بالنسبة للشخص القاصر. لكن هناك استثناء من القاعدة، هناك بعض الحالات أو يمكن للشخص أن يرفع دعوى دون أن تكون المصلحة شخصية مباشرة. بحالاش؟ بحال الدعوة الغير المباشرة. كنقصدو بها يعني الدعوة اللي كيرفعها الدائن باسم مدينه للمطالبة بحق له في ذمة الغير. يعني مثلا تكون عندي مثلا هنا زيد وعندي عمر وعندي زكريا. زيد سلف الفلوس لعمر، عمر بدوره يسلف الفلوس لزكريا. هنا زيد يمكن له أن يرفع دعوى ضد زكريا، تسمى بالدعوة الغير مباشرة، يعني ماشي مباشرة، ما كيرفعش الدعوة ضد عمر اللي هو المدين ديالو، إنما يرفعها ضد مدينه. يعني كيرفعها ضد زكريا ولكن ما كيرفعش باسمه، كيرفعها يعني بالاسم ديال عمر، وتعتبر هنا النائب ديالو بحال كينوب على عمر. يعني كيرفع الدعوة ضد زكريا كيرد الفلوس لعمر، ومن بعد ديك الساعة عمر من خلال دوك الفلوس ياخد زيد الدين اللي كيتسالو، يعني داك الثمن ديال داك الدين. هذا هو المقصود بالدعوة الغير المباشرة. كذلك من بين الاستثناءات هناك دعوى النقابات والجمعيات. يعني يجوز لبعض النقابات أن تدافع عن المصالح
الجماعية للأعضاء ديالها، لكن بشرط خص تكون هاد النقابات من النقابات الإجبارية، بحالاش مثلا بحال النقابة ديال المحامين، النقابة ديال الأطباء إلى غير ذلك. يعني يمكن لها ترفع دعوى يعني تهدف إلى الدفاع عن مصالح الأعضاء ديالها. هذا فيما يخص الشرط الثاني. الشرط الثالث هو أن تكون المصلحة قائمة وحالة. وكنقصدو بهذا الشرط هذا يعني القاعدة كتقول لنا خاص تكون المصلحة ديال المدعي في الدعوة مصلحة مؤكدة وغير مستقبلية. يعني خاص يكون الحق ديال ديك الدعوة قد اعتدي عليه فعلا، وأن يكون الضرر قد حصل بالفعل. ماشي خاص يكون احتمالي الوقوع، خاص يكون وقع بالفعل، يعني قائم وحال. لكن الاستثناء من القاعدة هو أن هناك بعض الدعاوي تكون المصلحة فيها محتملة الوقوع، يعني يقدر توقع ليا من بعد، يعني في المستقبل. بحالاش بحال دعوة سماع شاهد. وباش نوضحوا الأمر أكثر نعطيو واحد المثال. مثلا زيد وعمر وقع بيناتهم واحد النزاع، وكاين واحد الشاهد واحد على هاد النازلة هادي أو هاد النزاع. هاد الشاهد يعد وسيلة الإثبات الوحيدة بالنسبة لزيد. فالجلسة مثلا باقا طويلة باش تنعقد، وزيد إلا تسنى حتى تنعقد الجلسة يقدر هاد الشهيد يعني يهدده خطر الموت أو لا بغى يسافر. يعني هاد الشهيد إما مريض شي مرض خطير يقدر يموت في أي لحظة، أو بغى يسافر لشي بلد أو دولة. فزيد هنا للحفاظ على هذه الشهادة ديال هاد الشهيد غادي يرفع دعوى سماع شاهد كيسمعوا له وكيقيدوا ديك الشهادة ديالو. وكيكون هنا زيد دار يعني الحفظ ديال داك الوسيلة ديال الإثبات الوحيدة ديالو، وبلي كتوصل ديك الساعة للجلسة يمكن يدلي بدوك الشهادة ديالو، لأنه قام بدعوى سماع شاهد. اللي خاص تعرفوا هنا أن هاد الشهادة خاص ضروري تكون يعني هاد الجريمة من الجرائم اللي كتقبل الشهادة ديال الشهود. هذيك الساعة يمكن ليه يطبق هاد القضية ديال دعوى سماع شاهد. أما الاستثناء الثاني وهو دعوى وقف الأعمال الجديدة، مثلا بحال شي إنسان كيبني، إلا تم داك البناء مثلا داك الحائط كيبني واحد الحائط، إلا مشى حتى تم البناء ديال هاد الحائط يقدر يسبب ضرر للجار ديالو. يعني هنا هاد الجار ديالو يمكن ليه يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة، وهاد الدعوة كيوقفوا ليه البناء ديال هاد الحائط حتى تيفصلوا في النزاع باش يشوفوا واش داك الحائط بالفعل غادي يقدر يسبب اضرار، يعني ما محقوش يبنيه، يعني مثلا فات القياس ديالو قانونا، يعني فات العلو القانوني، او لا من حقه يبنيه. يعني كيرفع دعوى وقف الاعمال الجديده باش ما يلحقوش داك الضرر. كذلك بالنسبه مثلا لشي انسان كيقوم بشي اعمال في العقار ديالو، هذاك العقار يعني داك الاعمال اللي تمت في داك العقار فتقدر تحدث ليا باضرار لعقار بجانبه ديال جاره مثلا. فيمكن لهذا الجار ان يرفع دعوى وقف الاعمال، يعني كتوقف الاعمال في هذا العقار باش ما تسببش في الاضرار للعقار اللي حداه. اذا وصلنا للنهايه ديال هذا الموضوع، ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ونلتقي في موضوع جديد ان شاء الله.